بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور أيمن الجمل. هنكمل إن شاء الله السلسلة بتاعة تبسيط العلوم. هنتكلم النهاردة على موضوع يعني مهم من وجهة نظري جدا، اللي هو موضوع الكثافة. الكثافة معناها إيه أو تعريفها إيه؟ هي الكتلة على الحجم. طب معناها إيه كتلة على الحجم؟ معناها يعني أبسط حاجة، لو جبنا مثلا كوباية مية ومليناها مية للآخر ووزننا المية اللي فيها، كده حجم الكوباية هي المية أخذت نفس حجم الكوباية. وجبنا نفس الكوباية حطينا فيها زيت ووزننا الزيت اللي جوه الكوباية دي، هنلاقي الوزن بيفرق، لأن الكتلة دي مختلفة عن الكتلة دي، احنا ثبتنا الحجم هنا. المهم إن كل حاجة ربنا خلقها لها كثافة مختلفة عن التانية. معناها إيه بالبلدي؟ معناها حاجة أخف من التانية. طب تعال نمسك الموضوع ده واحدة واحدة. لو أنا دلوقتي عندي مية، جبت كوباية مية وكوباية مية تانية وحطيتهم على بعض، إيه اللي هيحصل؟ هيحصل مزج ما بينهم وكأنهم حاجة واحدة بالظبط. طيب لو أنا جبت كوباية منهم وسخنتها شوية، إيه اللي هيحصل؟ وحطيتها مع المية اللي في الكوباية التانية، هنلاقي المية السخنة هتبتدي تطلع لفوق والمية الساقعة هي اللي تنزل لتحت. ليه؟ المية السخنة جزيئاتها بتبتدي تتوسع وتكبر، والمية الساقعة لسه جزيئاتها قريبة شوية لبعض. طب الحاجة التانية، إن أنا لو جبت كوبايتين مية وحطيت عليها شوية ملح في كوباية منهم، وحطيت المية اللي هي مالحة دي مع المية اللي هي العذبة، هلاقي المية المالحة نزلت لتحت بقت أتقل. طب ليه؟ تعال نشوف أمثلة في الحياة العادية. يعني مثلا واحد لابس بدلة وجيوبه كلها فاضية وجيوب البنطلون فاضية وكله إيه فاضي. هل تتخيلوا حضراتكم وزنه أو شكله؟ هل هيكون الوزن ده زي بالظبط ما هو حاطط في الجيوب بتاعته فلوس أو أوراق أو كده؟ نفس الفكرة بتاعة المية المالحة والمية العذبة. المية المالحة بتبقى جوه جزيئات المية في الأملاح اللي هي الدايبة فيها، فدي بالتالي بتكون أتقل من المية العذبة. طب ده عامل بالنسبة للمية. العامل التاني اللي اتكلمنا عليه موضوع السخونية للمية. كل ما المية بتسخن كل ما جزيئاتها بتبعد شوية، فبالتالي اللي بيحصل بتبقى هي أخف من المية اللي هي العذبة، المية اللي هي الأبرد شوية. طب هنا بس المية فيها يعني عامل يعني مختلف شوية، إن أنا دلوقتي سخنت فالكثافة بتاعت المية السخنة بقت أخف. طب ما تيجي نبرد، نخلي نفس الكوبايتين المية وأبرد واحدة عن التانية. أما جاي بسقعها، إيه اللي بيحصل؟ جزيئات المية بتقرب أكتر، فبالتالي بتتقل أكتر، فبالتالي بتنزل لتحت. يعني إذا إيه؟ أنا أتوقع إن كل ما المية سقعتها كل ما المية كثافتها بتزيد وبتنزل لتحت. طيب بس المية بقى ليها صفة غريبة قوي، إنها كل ما بسقع المية كل ما بتنزل لتحت وكثافتها بتزيد. أسقعها مثلا درجة المية مثلا 20، سقعتها بقى خليتها 18، خليتها 15، 10، 8، 6، 5، كل ده عمالة بتزيد درجة الكثافة بتاعتها وبتنزل لتحت، بتبقى أتقل لحد درجة 4 بتبقى أتقل. إنما بقى سبحان الله بعد 4 لما تبقى 3، 2، 1، 0، كل ده كثافتها بتخف. يعني نلاقي المية اللي درجة حرارتها 2 بتبقى أخف من درجة حرارتها 4، فتلاقيها تطلع لفوق. فبالتالي 4 تطلع، 4 بتبقى هي أتقلهم، 3 أخف، 2 أخف، 1 أخف، 0 أخف. طب 0 ده إيه اللي هيحصل؟ هتتحول المية من الصورة السائلة للصورة الصلبة اللي هي التلج. عشان كده تلاقي مثلا لو في شوية تلج في المية هتلاقي التلج طالع لفوق خالص، فوق كده بيطفو فوق. ودي سبحان الله برضو دي يعني حكمة من ربنا كبيرة. لأن انت مثلا لو تخيلوا لو التلج بيتكون من تحت هيبتدي يتكون لحد ما المية كلها تتحول لتلج. إنما كده لو في طبقة تلج فوق، لو كسرنا طبقة التلج دي شوية هنلاقي تحت الحياة شغالة عادي، والسمك عايم عادي، والنباتات عايمة، اللي هي واخدة على درجة الحرارة اللي هي المنخفضة دي. فبالتالي دي برضو حكمة من ربنا يعني. موضوع الملوحة
لو حضراتكم رحتوا لاي يعني بوغاز بتاع ميه زي مثلا رشيد او دمياط او اي بوغاز بتاع ترع او مصرف بيطلع ميه ملوحتها قليله، هتلاقي الميه لو هي دي بتترمى في البحر هنلاقي الميه العذبه بتطلع فوق والميه المالحه تحت. هي دي دايما. يبقى اذا ايه؟ الكثافه بتفرق حتى في نفس الماده، حتى في نفس الماده اللي هي الميه. طيب لو انا دلوقتي عندي بقى 2 سوائل، انا جبت كوبايه ميه وكوبايه زيت وحطيت الاثنين مع بعض، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي الزيت هيطفو لفوق. ليه؟ لان الزيت كثافته اخف من الميه. طيب عشان كده دي يمكن في موضوع البيئه، موضوع تلوث البحر بزيت البترول من ضمن المشاكل الكبيره. ليه؟ لان زيت البترول بيطفو وبيغطي سطح البحر بحيث ان اشعه الشمس ممكن بسهوله ما تقدرش تتخطى طبقه الزيت البترول ده، وطبعا البيئه البحريه تحت بتبوظ، لان طبعا موضوع الشمس ده مهم جدا للبحر عشان موضوع الفوتوسينسيس او اللي هي البناء الضوئي اللي بيكون اساسا الاكسجين، وطبعا الحياه كلها بتعتمد على الاكسجين في البحر واشعه الشمس. فده طبعا من الحاجات المهمه جدا. فيبقى اذا نتوقع ان لو نزل زيت بترول هنلاقي البترول هيروح ايه؟ طافي لفوق. ليه؟ عشان كثافته اخف من الميه. طب تعال نشوف مش 2 سوائل بقى بس، لا، سائل وصلب. تعال نشوف السائل وصلب. لو ميه البحر مثلا، ميه البحر لو رميت فيها خشب، ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي الخشب يطفو لفوق، رغم ان الخشب بالنسبه لنا صلب بس هو اساسه نبات، انما بيطفو لفوق. طب لو جبت فل هنلاقي برضه يطفو لفوق. طب يبقى اذا ايه؟ ان في حاجات صلبه بالنسبه لنا انما كثافتها اخف من كثافه الميه. طب لو جبت حته رصاص او حته طوبه هنلاقي تنزل لتحت. ليه؟ ان كثافتها اتقل من كثافه الميه. طب لو الرصاص ده هنلاقي ينزل لتحت. عشان كده دايما الصيادين او اللي بيصطاد بيستغل الحكايه دي، بيخلي مثلا الشبكه بتاعته او حتى لو بيصطاد بسناره تلاقي يحط تحت خالص تقل من الرصاص وفوق الفل، عشان ايه؟ يبتدي الشعر الصيد بتاعه يبقى يعني ايه؟ يعني هو جاي من القاع لحد فوق عشان يقدر يصطاد السمك بيها. او حتى الشباك الكبيره بيحطوا تحت رصاص ومن فوق فل برضه وبيحوط ياخد السمك معاه كله. يبقى اذا دي برضه يعني صفات موجوده سبحان الله، يعني ربنا وجدها في الحياه عندنا. طيب مثلا لو انا عندي غاز، الهواء مثلا، الهواء برضه له كثافه. الهواء الساقع جزيئاته برضه بتقرب والهواء السخن جزيئاته بتبعد، فبالتالي الهواء الساقع بيكون اتقل من الهواء السخن. يعني احنا قلنا خدنا مره حلقه كامله على موضوع نسيم البر والبحر. نسيم البر والبحر دي كانت قصتها ايه اساسا؟ ان انا دلوقتي قاعد على الشمسيه بتاعتي، الرمله سخنه وبحر ميه البحر ادفى او ابرد شويه من الميه من الهواء الرمله اللي انا بدوس عليها دي سخنه، الميه بتكون طبعا ابرد شويه. طب يبقى اذا ايه؟ الهواء اللي فوق الرمله بيكون اسخن من الهواء اللي فوق الميه، فده اللي بيخلي ان الهواء الاسخن ده بيكون جزيئاته ابعد فبيعمل ضغط منخفض، فالهواء اللي هو اللي بالنسبه له ابرد شويه بيبقى ضغط اعلى ريلاتيف او مقارنه بالضغط اللي هو المنخفض، فتلاقي الهواء يجي لك من البحر وجاي عندي. وبعد كده يعني كل دي تغيير كثافات، تلاقي الهواء السخن يطلع لفوق والهواء الساقع ينزل دايما لتحت. يبقى كده يعني دي حاجه موجوده تقريبا في حياتنا، واللفظ على طول بيستخدم الكثافه، فده انا حاولت يعني ان اسهل الموضوع واشرحه بشكل بسيط. كان معكم دكتور ايمن الجمل، واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.